طبعا انت لو فاتك حلقه الفانتازي اللي فاتت فاحب اقول لك ان انت فاتك حته لقطه. اتفرج كده، الجوله 912,000 رجعت للمليون، بس لسه لي عماد من ماتش اليونايتد بالليل ده، فيا رب يا عماد يرزقها في وشك وتجيب هاتريك يرجعني تاني ل 500,000. وطبعا مش محتاج اعرفك ان عماد جاب الهاتريك بعدها. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدين، واحنا النهارده جايين نتكلم عن الجوله 23 من فانتازي الدوري الانجليزي. حبه كلام كده المفروض نعمله، وجوله الدبل اللي احنا داخلين عليها هنعمل ايه فيها، واللعيبه اللي لازم نخش الجوله بتاعه الدبل وهي معانا. فما تنسوش بقى تعملوا لايك، تشتركوا في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك، وانزلوا عرفوني كده الجوله اللي فاتت جبتوا كام نقطه ومين كان الكابتن بتاعكم. ويلا بينا نبدا الحلقه. خلينا كده نبدا الحلقه بلعيبه الدفاع اللي المفروض نجيبها. وعايز اقول لك ان انت لو مش معاك ارنولد فانت لازم تظبط في خلال الجوله دي والجوله الجايه ان انت تدخل بارنولد. ارنولد انا متوقع له ان هو جوله الدبل اللي جايه دي هيكون من اهم لعيبه ليفربول ان ما كانش الاهم مع محمد صلاح. فانت لو ما معكش فلوس ارنولد ممكن تفكر في فان دايك وكوناتي، اكيد كده كده، بس خلي دايما الاولويه لارنولد. حتى لو هتبيع لاعب مهم للجوله او الجولتين الجايين وفر عشان تجيب ارنولد. ارنولد هيبقى مهم، تاني بقولها، ارنولد الجوله الدبل بالذات فكر ان انت تجيبه عشان ممكن يبقى اوبشن كابتنه اصلا. طيب في مين تاني في الدفاع؟ في لعيبه كده. مين اللعيبه دي؟ الرباعي او الخماسي المدمر: اينا، روبنسون، كيريكيز، لويس هال، ومونوز من كريستال بالاس. الخمسه دول مع ارنولد يبقى معاك على الاقل 2 او 3 منهم. طيب في لعيبه تاني ممكن نفكر فيها في الدفاع، تعلينا في الترتيب في حاجه ديفرنشال كده شويه، وهي مدافع من ايفرتون. ممكن بقى اشلي يونج، ممكن مايكلينكو. الاثنين دول ممكن تفكر تجيبهم الجوله دي او الجوله الجايه. طب ليه؟ عشان عندهم دبل، والماتشات الدبل ليستر وليفربول على ملعبهم، وماتش ليفربول مهما كانت حاله ايفرتون ده ديربي الميرسيسايد. ايفرتون بتنزل فيه قصاد ليفربول بتقاتل، والسنه اللي فاتت كسبوهم على ارضهم. فما تفكرش ان ايفرتون عشان بتلعب ليفربول وليفربول اعلى منهم ان هو الماتش هيبقى سهل على ليفربول، لا خالص. ففكر في مدافع من ايفرتون. طيب مين تاني ممكن نفكر فيه في الدفاع؟ حد من استون فيلا. حد من استون فيلا للجولات الجايه بعد ما خلصوا من ماتش ارسنال وتعادلوا معاهم والفرقه معنويا رفعت شويه، فممكن نفكر بقى في لوكاس دين مثلا، هيبقى خيار حلو جدا وبعيد عن عين الناس. طيب دي كانت لعيبه الدفاع بقى، وخلونا نخش على لعيبه الوسط. اول واحد هبتدي بيه من لعيبه الوسط كلويفرت. وطبعا اللعيبه اللي زي كلويفرت اللي تلاقيها ضربت في هاتريك كده في جوله من الجولات والناس كلها راحت تشتريهم، انا مش هقول لكم غير كلمه واحده: ده زوبعه في فنجان، ما تنخدعش فيه. زوبعه في فنجان. يا جماعه مش هيجيب هاتريك كل ماتش. كان بيلعب نيوكاسل بره ارضهم وبورنموث. الكلام اللي انا كنت قايله على سيمينيو هو حصل بس مع كلويفرت. لو شفتوا الحلقه اللي فاتت انا قلت سيمينيو الماتشات اللي جايه بالنسبه له صعبه. طب يا عم ما نروحش نجيبه؟ لا بالعكس، ده احنا هنروح نجيبه عشان بورنموث بتبقى مميزه اكتر في الماتشات اللي بره ارضها، وخصوصا لما بتلعب على المرتدات. فالكلام اللي انا قلته على سيمينيو كله حصل بس على كلويفرت. الماتش الجاي عندهم نوتنجهام على ارضهم. نوتنجهام فرقه رخمه دفاعيا، غير كده على ارضهم نوتنجهام هي اللي هتدافع مش بورنموث. فما نجريش نجيب كلويفرت مش هيجيب كل جوله. غير كده في لعيبه كتير قوي اولى منه تستاهل ان احنا نجيبها عنه. فكلويفرت ده هيكون فخ. لو انت جبته خلاص تمام هتلعب بيه او هتسيبه على الدكه، بس لو معاك تبديله واحده وعايز تجيب لاعب في خط الوسط اكيد مش هيبقى كلويفرت. طيب تاني واحد عايز اتكلم عليه طبعا استاذ إيلانجا. استاذ شوفوا كده الحته دي، اقول لكم ان إيلانجا اخر 6 جولات ما طلعش بلانك في ولا جوله. طبعا استاذ إيلانجا سمعني قلت ان هو بقى له 6 جولات ما بلانكش وكلنا بقى نروح نجيبه. هيسكت؟ مش هيسكت طبعا. انا هسكت لك يا عم محمد بلانك. يلا يلا. فهل انت مثلا يا عم إيلانجا سمعتني؟ طب انت سمعت ان انا قلت خلاص لازم نروح نجيبه؟ ده بقى له 6 جولات ما بيبلانكش. 3 اجوان من نوتنجهام ما تعملش فيهم ولا جون ولا اسيست. ليه؟ ده عشان جبت سيرتك وقلت يتجاب يعني. طبعا اي حد راح جاب إيلانجا انا اسف لك يا ابني والله، بس ده واحد بقى له 6 جولات ما بلانكش. في الجوله اللي قررنا نجيبه فيها بلانك، سبحان الله. صباح الفل يا عم إيلانجا، تسلم. طيب مين تاني نفكر نجيبه بعيدا عن فورمه السيتي الوحشه والاربعه اللي لبسوها من باريس سان جيرمان دول؟ ففودن نفكر بقى نجيبه خلاص. هو الماتش اللي فات جونين واسيست، الماتش اللي قبله جونين، ففودن شكله داخل فورمه اهو. فنلحق بقى الفورمه دي قبل ما يبتدي يقع تاني، وخصوصا ان احنا كلنا تقريبا بايعين هالاند وعايزين كفر من السيتي، وسافيو رجع دكه تاني، دي بروين ماتش وماتش لا، ماتش دكه ماتش مش دكه. ففودن متهيألي هو الخيار الانسب لينا كلنا من السيتي. مين تاني؟ مبيومو طبعا. مبيومو حتى لو ماتشاته الجايه صعبه لا نروح نجيبه. ماتش كريستال بالاس مش اصعب ماتش خالص على برينفورد، ومبيومو قادر ان هو يسجل فيه. فمبيومو لو انت عايز تفكر تروح تجيبه روح جيبه طبعا. مين تاني؟ جوردن وثنائيته مع ايزاك لازم نروح نجيبها. جوردن برضو من اللعيبه اللي هتبقى مميزه قوي. جماعه بيبقى في فترات كده من الموسم بتلاقي التشكيلات كلها تقريبا زي بعض.
الفتره دي من الموسم خط الوسط هتلاقيه عند معظمنا، لازم يبقى عند معظمنا بيومو، جوردون، صلاح، وبالمر. الخامس بقى اي لاعب بخمسه، باربعه ونص، بخمسه ونص. في الهجوم لما نيجي للهجوم هنتكلم عليه، بس برضه في الهجوم هتلاقي معظم التشكيلات ثابته. فانت دلوقتي عندك جوردون او عندك مبيومو، واحد منهم روح هات التاني، لان مبيومو ماسك فورمه باستثناء ماتش ليفربول، وجوردون مع ايزاك عاملين اداء حلو قوي، ونيوكاسل كويس الفتره دي كويسه. طيب مين تاني في خط الوسط؟ روجرز لو معاك ابتدي بقى لعبه، ارميه كده في التشكيله الفتره الجايه كلها تقريبا، لان زي ما قلنا في المدافعين ماتشات استون فيلا حلوه جدا. فانت روجرز لو عندك فكر بقى ان انت تبتدي تلعبه، هتلاقيه هيجيب لك نقط، بس تسيبه فتره، يعني تسيبه مثلا الثلاث جولات الجايين، ما تلعبوش جوله فيبلانك فتحطه دكه فتلاقيه على الدكه جاب لك نقط فترجع تنزله اساسي. لا، روجرز نزله اساسي 3 4 جولات ورا بعض. طيب عايزين بقى نخش على 2 لعيبه كده ديفرنشال، او لاعب واحد ديفرنشال. تروسارد من ارسنال، جون في توتنهام، اسيستين في استون فيلا. فتروسارد ممكن نروح نجيبه، تقريبا ضامن مكانه اساسي على ستيرلينج وعلى مارتينيلي، هو تقريبا الوحيد اللي هتلاقيه بيلعب واساسي. فبرضه لو انت عايز كفر من ارسنال فتروسارد خيار مثالي بالنسبه لي. طيب نخش بقى على خط الهجوم، وزي ما قلنا في فترات من الموسم بتلاقي التشكيلات كلها زي بعض. تشكيله معظم الناس حاليا ايه؟ ايزاك ووود، وواحد من بقى من الثلاثه دول، يا اما ماتيتا يا اما جاكبو يا اما واتكن. فزي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، لو انت ما معكش ايزاك لحد دلوقتي انت بتلعب اللعبه غلط يا معلم، روح هات ايزاك وبعد كده نشوف هتعمل ايه. طيب مين تاني واحد بعده؟ وود هو السنه دي فورمه مرعبه، فخلاص ما تعاندش، يعني انا لحد دلوقتي معاند مع وود ومش عايز اجيبه على اساس ان هو كل شويه هقول لا خلاص ده اخره ده اخره، وهو عمال ينزلني في الترتيب. ولولا ان انا مش هعرف اجيبه غير بماينس الجوله دي كنت جبته، بس مش هعرف اجيبه عشان في مكانه خيمينيز فالفلوس مش هتكفي. فلو انت تقدر تجيب وود روح هاته على طول لو هو لسه مش معاك. والتالت زي ما قلنا جاكبو بالنسبه لي رقم واحد، جاكبو يجي بعديه واتكنز عشان ماتشات استون فيلا، يجي بعديه ماتيتا. وفي بقى حته ديفرنشال كده زي ما قلنا في خط الدفاع وخط الوسط، وهو نداييه لاعب ايفرتون. مش عارف انا قلت اسمه صح ولا لا، بس هتلاقوه ظهر دلوقتي. اللاعب ده بما ان ايفرتون عندها جوله دبل احنا ممكن نريسك فيه. ايفرتون من ضمن ماتشات الدبل ليستر سيتي، واحنا عارفين ليستر سيتي واقعين جدا، فممكن هيبقى ريسكها حلوه جدا هو وجاكبو. فبرضه ده من المهاجمين اللي ديفرنشال وممكن يفرقنا لو عمل حاجه، وخصوصا في جوله الدبل. طيب نمسك كده الماتشات ماتش ونشوف لو عندنا لعيبه في ماتش من الماتشات دي نعمل فيهم ايه. اول ماتش هو بورنوس ونوتنجهام. اي حد عندك من الماتش ده لعبه، عندك دفاع بورنوس لعبه، عندك دفاع نوتنجهام لعبه، عندك سيمينيو او كلويفر تلعبه، عندك وود طبعا هتلعبه او إيلانجا. يعني لو عندك اي حد من الماتش ده لعبه. طيب تروح تشتري مين منهم؟ زي ما قلنا مفيش تقريبا حد نروح نشتريه مخصوص غير وود. طيب تاني ماتش برايتون وايفرتون. ميتوما الماتش اللي فات عمل جون واسيست، فممكن عينينا تبقى عليه كده لو عايز تخطفه. من ايفرتون عينينا برضو على الاثنين اللي قلنا عليهم، اشلي يونج او مايكولينكو. وفي الهجوم نضاي. ليفربول وابسويتش، جاكبو ما لعبش دوري الابطال ف100% هيلعب ماتش الدوري ده، فاللي عنده جاكبو ما يقلقش خالص. طلع بلانك الجوله اللي فاتت واللي قبلها، بس متوقع ان هو قصاد ابسويتش هيعمل حاجه كويسه. نراقب كده ارنولد نشوفه هيلعب ال 90 دقيقه ولا لا، ونشوف نونيز هيبدا اساسي ولا دياز هو اللي هيبدا، بحيث ان هو لو نونيز بدا اساسي ومسك فورمه ممكن برده يبقى خيار كويس جدا في الهجوم. نيوكاسل وساوثهامبتون ده هيبقى ماتش مرشح فيه كباتن، سواء جوردون او ايزاك، هما الاثنين يترشحوا كباتن عادي جدا. لو انت معاك ايزاك بس حاول تروح تجيب جوردون او لويس هال معاه، وخصوصا ماتش ساوثهامبتون ده. خامس ماتش ويلفرهامبتون وارسنال. يعني الماتش ده مفيش اي حد ممكن نروح نجيبه مخصوص، بالعكس احنا في لعيبه ممكن نبيعها. كونيا خلاص فكك منه بقى وبيع، يعني فترته انتهت. زي ما قلنا ممكن تفكر في تروسرد لو انت عايز خيار هجومي من ارسنال، غير كده مفيش. السيتي وتشيلسي وده هيبقى ماتش حلو جدا. بالمر يعني دفاعات السيتي شوربه زي ما شفنا، فبالمر ممكن يستغل الكلام ده. من السيتي قلنا برضو فودن ممكن نروح نجيبه نستغل ان هو فورمه حتى لو السيتي وقع، فودن نفسه فورمه. برينفورد وكريستال بالاس هيبقى ماتش حلو قوي وممكن نلاقي فيه جوان كتير. ماتيتا عندك تمام، ايزي تمام، بيومو ويسا اي حد عندك من دول تمام. تامن ماتش هو ليستر سيتي وتوتنهام. يعني توتنهام بصراحه بقى فريق يخنق جدا، فكك منهم. لو عندك اي حد منهم اصلا ممكن تسيبه الجوله دي وخلاص، انما غير كده بيع بقى يا معلم. في لعيبه كتير قوي حلوه احسن من لعيبه توتنهام 100 مره، وليستر كده كده مش هنتكلم عليهم. تاسع ماتش استون فيلا وويست هام، وده ماتش يعني اللي معاه واتكنز. يعني لو انا معايا واتكنز كنت هفكر جدا ان انا اروح اكابتنه
وسط دفاعات وست هام المالت دي، معاك وايلد كارد او معاك تبديلات كتيره، فكر في لوكاس دين، فكر في روجرز، فكر في واتكنز، لو حد منهم مش عندك روح هاته. في اخر ماتش في الجوله مانشستر يونايتد وفولهام، يعني معاك عماد تمام هيلعب، معاك خيمينيز هيلعب، معاك روبنسون هيلعب، وهنتكلم عن الكباتن عشان في كابتن مفاجاه في الماتش ده. ونخش على اخر حاجه وهي الكباتن الجوله دي ممكن هتبقى احلى من الجوله اللي فاتت، لان في خيارات كتير جدا والتنوع هيفرق قوي. اول واحد طبعا صلاح قصاد ابسوتش اللي لسه لابسين 6 من السيتي، واعتقد ان ليفربول برضه هتقدر تديهم سكور بكل سهوله. تاني لاعب ايزاك او جوردون قصاد ساوثهامبتون فرقه مالتو، اي حد بيلعب قصادها بتلاقيه بيتالق. تالت واحد وهو بالمر طبعا قصاد دفاعات السيتي وفريقه القديم، وعارفين احنا فكره بالمر ان هو مخنوق من السيتي دايما، وتلاقيه بينزل قدامهم جاهز شويه وبيبقى عايز يجيب اجوان. وفي كمان واتكنز قصاد دفاعات ويست هام دي، واتكنز ممكن تلاقيه طلع بهاتريك مثلا. واخر واحد معانا وهو المفاجاه خيمينيز قصاد مانشستر يونايتد. لو انت بقى مقطع بطاقتك خالص وعايز تديها واحده نو ريسك نو فن، روح كده الخيمينيز قصاد دفاعات مانشستر يونايتد، وما نشوف كده هيعمل ايه. واخر حاجه عايز اتكلم عليها التريبل. انا شفت يا جماعه ناس عايزه تكابتن صلاح قصاد ابسوتش، لا لا، ما حدش يكابتن صلاح بيتربل صلاح قصاد ابسوتش وانت لسه صلاح عنده جوله دبل، حتى لو الماتش ده مغري اكتر. يا معلم صلاح لو جاب في جوله الدبل في كل ماتش جون او في كل ماتش جون واسيست، ده غير البونص هتلاقيه في حته تانية. ما تتربلش صلاح قصاد ابسوتش. صلاح لو عايز تتربله يبقى في جوله الدبل، وعموما ما ينفعش تستنى كل ده ما تستخدمش التريبل وتيجي في الاخر تستخدمها على جوله سنجل. انت سايب التريبل معاك كل دي، يبقى على جوله دبل بقى، الجوله الدبل جايه خلاص. فصلاح طبعا جوله الدبل لو عايز تتربل يبقى في جوله الدبل. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه عشان نوصل للقناه 1000 مشترك. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.